طبعا كل البايبس ديت كلها رايحه فين؟ رايحه في مكان واحد، رايحه على اللوحه بتاعه التجميع. الغرض من الموضوع ان احنا نخرج ميه سخنه، ده الدخول بتاعنا، ان احنا نخرج ميه سخنه علشان تعمل دفاء للمكان بالكامل. طبعا كل البايبس دي متجمعه على لوحه الاندر فلور هيتنج، وفي نفس الوقت برضو عاملين من جوه كل زونه مكتوب الزون بتاعتها فين، عشان لو في اي خلل او في اي حاجه مكتوب على اللوحه. ده بيدروم 1، بيدروم 2، ريسبشن، ماستر روم، جيست تويلت، الحاجات دي كلها، ده رقم واحد. طبعا كل الحاجات دي متجمعه على المانيفول. المانيفول دوت مربوط بالاكتوريتور ومعاهم الترموستات علشان نعرف الميه السخنه اللي خارجه قيمتها قد ايه. طبعا الترموستات دوت انا اللي بتحكم فيه. بتحكم فيه ازاي؟ ان انا بعرف ان درجه الحراره في المكان اللي انا محتاجها اتحكم فيه اعلي درجه الحراره او انزل درجه الحراره. في نفس الوقت الدايره بتلف وترجع تاني، الميه الساقعه ترجع تاني تتسخن وتطلع بدرجه الحراره اللي انا محتاج. طبعا كل الموضوع بيحصل دايره متكامله. هنا دي خطوط الراجع، اللوبس كلها او الميه كلها بتخرج تبدا ان هي تسخن المكان، بعد كده بتخش على خطوط الراجع، وفي نفس الوقت تبدا ان هي تسخن عن طريق التحكم في درجه الحراره بتاعتها، عشان الدايره لازم تكون دايره مغلقه. وفي نفس الوقت كل الجزء دوت متوصل بالسخانات بتاعتنا علشان هي اللي بتسخن كميه الميه دي كلها اللي هي موجوده في البايبس. وطبعا مفيش ما يمنع ان هي تتعمل في الحمامات وتتعمل في المطابخ وتتعمل في الطرقه وفي المكان بالكامل ايا كان شقه او فيلا. وده كده يعتبر شرح مبسط للاندر فلور هيتنج. الاندر فلور هيتنج حاجه مهمه جدا جدا، وخاصه لو ساكن في مكان في منطقه مرتفعه او منطقه جبليه او منطقه مثلا موجوده على واجهه او ما بتحبش اصلا فتره الشتاء. لازم عشان تعمل اندر فلور هيتنج لازم تعمله بشكل مظبوط وطبقا للتفاصيل اللي انا قلت لك عليها.